السلام عليكم المتابعين ديالي، كي دايرين؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. واليوم بغيت نشارك معكم طاجين بالكبده ديال الدجاج والبصله. ايوا تابعوا معايا المراحل كامله خطوه بخطوه، ما تفوتوا حتى حاجه باش ما تنقصكم حتى شي حاجه. غير ما تنساوش اختكم بجيم ابوني والضغط على الجرس باش اللي حطيتها توصلوا بها ان شاء الله يا ربي. وخليكم معايا مرحله بمرحله. اول خطوه شنو درت البصله، شلطها. البصله حنا اذا نديرو دابا غير البصله الخضاريه لان الحمراء الاخرى راه ما كاينه، غير هي راه غاليه بزاف. كنستعملوا غير البصله الخضاريه، كتشلطيها هكايا بحال هكايا. ايوا نزيدو غادي نزيدو نحكو عليها واحد الضريس ديال الثومه كما كتشوفوا. صراحه تيجي طاجين زوين. حنا تنديرو ندير شويه ديال زيت المائده هانتوما كما كتشوفوا. حنا راه طاجين كنديرو في الفطور كنفطروا به. كان زمان كنتسحروا بطاجين كنتسحروا به، دابا ولات تقلبات يعني هذاك راه ولينا كنفطروا به لان ولا برد الحال الحمد لله، ولا رمضان تيجي في بروديه الحال ولينا كناكلوا شويه. يعني ماشي بحال شحال هذه كان رمضان تيجي في الصيف كنبغيو ناكلوا غير شي حاجه بارده، اما دابا تنبغيو شي حاجه نغلقوا فيها. ايوا دابا نديروا واحد شويه ديال الملحه هانتوما كما كتشوفوا. ايوا هنايا درت غير الزيت والملحه. دابا غندير طاجين الزيت والملحه والثومه، الراس ديال الثومه محكوك، وغنردو على النار يتشحر حتى تنزل هذيك البصله. عاد ندوزو للمرحله الثانيه. هانتوما البوطه تكون شوي مهيله لان باش ما تحرق لكمش هذيك البصله. وهنايا عندي الكبده شديتها سلقتها فيها شي شويه في الكروه باش تحيد لنا ديك الزفوريه، لان كلكم كتعرفوا الكبده ديال الدجاج كتكون شويه مزفره. يعني سلقتها واحد شويه ودرتها تقطرات ودرتها انا في الطبيصيله. ايوا خليكم معايا. هو دابا الطاجين ديالنا هو بدا يتبخ، البصله بدات تدخلها الطياب. دابا غادي ندير شويه ديال الكركم، كما كتشوفوا. غندير شويه ديال الابزار، ندير شويه ديال الكمون. ايوا دابا غنبقى نحرك هكايا. ايوا دابا غندير الكبده. صراحه تيجي طاجين زوين بنين بزاف بزاف بزاف. دابا ندير شويه ديال القزبور ومعدنوس، قزبور عفوا قلت لكم القزبور معدنوس. شويه ديال المعدنوس، ما ديوش عليا راني صايمه. ايوا دابا نحرك. مزيان يحرك مزيان باش هذيك العطريه وهذاك سميتو داك القزبور داك المعدنوس يدخل الكبده. ايوا دابا نسد عليه باش يطيب. الطاجين مازال حدو كيطبخ وحنا كنحركو نتوما كما تشوفوا باش ما يلصقش من التحت. ايوا مره نطلعوا الطاجين ديالنا هانتوما كما كتشوفوا هو كيتشحر. ايوا نبقاو نخلطوا مره نخلطوا.
دابا الطاجين ديالي هو طاب. غادي نزينو بشويه ديال الزيتون. الزيتون بغيتو ديروا هذاك اللي بلا عظم، بغيتو ديروا هذا اللي مشرمل، يعني كيبقى الاختيار ديالكم اللي بغيتو ديروا. الطاجين مازال سخون، غادي ندير ليه الزيتون. هانتوما غير شويه للتزيين وصافي، ماشي بالضروره ندير بزاف. بركه من الزيتون. ايوا الفيديو ديالنا حتى لهنا سالا. نتمنى الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. جربوا الطريقه ديالي غادي تعجبكم 100%. صراحه تيجي بنين وغزال وتيجي اقتصادي وكيشبع الصراحه. في هذا رمضان هذا كيشبع تحطيط ويجي بالنسبه للعائله هكا الصراحه كيشبع. ايوا نتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ونخليكم حتى لهنا الفيديو ديالنا سالا. نتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر وباش تمنيتو ان شاء الله يا ربي. ايوا الى اللقاء ان شاء الله حتى الفيديو القادم ان شاء الله. غير ما تنساوش تكتبوا بجيم ابوني والضغط على الجرس وكتبوا لي شي كومونتير زوين، يعني كي قالوا تناقشوا معايا قولوا لي شنو ندير شنو ما ندير. وكنشكركم كاع الناس اللي دعموني واللي ساندوني واللي تفرجوا واللي كاع كي قالوا كاع المشاهدين ديالي ان شاء الله. يلا مع السلامه الى فيديو قادم. شويه البصل ديري كتشدي هنا في الدار مره هنا ما تولي بحال قتال الحال. انا ما كنمشي صافي والحد فيك راه فين كنت لا بلا كاين فيه اختي الملحه هذاك من الحلاوه هاكي دابا انا بغيت فكان نعيمه شي قالك غنديرو نسعى في رمضان ما عرفتش نعيمه سوريا على سعينا في رمضان ونبقى نجي شوفي بحال لا سمعتي كنغطس سوريا ما ثلاثه حاجه شويه باش يخرجوا الدراري الناس. اي مشكل حاجه شويه اللور.